طب لو سألتِك هو في فرق ما بين مشاكل المصريات عن مشاكل مثلًا سوريات بتفرق من جنسية للتانية؟ الحقيقة اللي لاحظته إنه لأ، لأ، أبدًا، مشكلة كتير في الأمهات تشابه، واحدة. كتير ما بتتخيلي قديش. يعني حتى يمكن ساعات بنروح بنشوف مشاكل، يمكن الاختلاف حيكون عند الأم المغتربة مثلًا، اللي هي موجودة مثلًا ببيئات غير عربية، ممكن تواجه مشاكل مختلفة أكيد. ممكن يعني ممكن نواجه مثلًا مشكلة ظروف البلد مثلًا شوي الاقتصادية صعبة، هذا اللي بيفرق. بس بالعموم المشاكل واحدة، كلها حتى متشابهة الأطفال زي بعض. حتلاقي مشاكلهم بتشبه بعضها كتير. طب إيه أكبر مشكلة لا يمكن تنسيها بس كمان ما بتنسيهاش لأن أنتِ مبسوطة إنِك قدرتِ تحليها للأم؟ في مشاكل دايما الأم بتيجي لعندي بتبقى حاسة يعني هموم الدنيا راكبتها، وبتحس إنه مستحيل مشكلتها يلتقى لها حل، وبتبقى كتير يعني متوترة. فأنا لما بسمع مشكلتها بحاول إني أهديها، وبوضح لها إنه مشكلتها أصلا هي منا مشكلة. ليه؟ لأنه دايما في عنا نحن أحيانا نظر لبعض المشاكل على إنها مشاكل، بس هي بالحقيقة ممكن تكون مثلا سوء فهم للطفل، أو تفسيراتنا إحنا الكبار الخاطئة لسلوكيات الأطفال. يعني في أشياء أحيانا بتنحل بكل بساطة. بنكون إحنا اللي عاملين المشكلة أكتر جوه دماغنا، لكن على الأرض الواقع هي ما الدنيا ماشية بتكون كويس. مشكلة أبدا. أيوة صحيح. يعني مثلا ممكن أنا في مرة مثلا أم سألتني إنه عندها مشكلة إنه ابنها الطفل الصغير وهو بياكل مثلا لوحده بإيده، فهو بيوسخ الأرض وبيوسخ هدومه دايما، وهي عم بتعاني من هذا الامر فعلا. يعني انه كيف ممكن اعلمه كيف ياكل من غير ما يوسخ؟ فكان الحل بسيط، انه انت ليش بدك تعلميه بهي المرحله اصلا؟ الاهتمام هو مش مستعد هو لده مش دلوقتي. مستعد بالضبط. فانت بكل بساطه حافظي على البيئه من خلال انك تعملي شيء بسيط كثير، انك تخليه ياكل باسلوبه وبراحته، نحن ما بدنا نمنعه. وانك انت تحافظي كمان على النظافه، بانك انت مثلا تحطيه في مكان ما عندك مشكله انه يوسخ فيه، او تحطي مثلا تحته اي مثلا مشمع اي شيء، بحيث انه انت ما تتعبي نفسيا. يعني في مشاكل احيانا بيكون حلها بسيط جدا. أيوة. او يمكن وجهه النظر ما بتكون قادره تشوفها الام، فنحن بنحاول نورجيها اياها يعني. واحيانا الامهات ذات نفسهم بيدعموا الامهات. صح. يعني مش دايما نحن دايما الحلول بتكون من عنا، ساعات برضو عن طريق الخبره والتجربه بيننا وبين بعض بنكون سند برضو لبعض. exactly. سوريا دايما بنشوف منها حاجات جميله جدا، واخواتنا السوريين اللي عايشين معانا في مصر احنا بنحبهم، وفي حب كده من زمان جدا على مر العمر والسنين والتاريخ. احنا شعب واحد اكيد. طبعا اكيد. فمن الحاجات الحلوه برضو اللي جات لنا من سوريا هو نادي الامهات العربيات. بدعوكم ان انتوا تفتحوا صفحتهم على الفيسبوك وتشوفوا اهم البوستات والفيديوهات والحاجات ممتازه جدا فيها، حقيقي طرح الامور بشكل لطيف جدا هيساعدنا اكيد.